هينزل. مش هنقول بقى ان سعره هينزل يفضل كده واقفين، لا انت ممكن تبيع. يعني ايه تبيع؟ تبيع يعني انا هشتري الدولار وابيع اليورو. يعني معايا مثلا يورو دلوقتي ببيعه وبشتري مكانه دولار، بخلي فلوسي دولار. تمام كده. اول ما سعر مثلا اليورو بينزل قصاد الدولار. تمام. والدولار سعره بيطلع، يعني الدولار سعره بيطلع قصاد اليورو. وانت بتكون مثلا شاري منه 10,000 كمية، بتكون شاريها على واحد. سعره مثلا اكسامبل مثلا انه سعره كان واحد، وسعره بعد كده طلع لمثلا واحد ونص او اتنين. تضرب ال10,000 كمية اللي معاك دي في الاتنين، يبقى هتلاقي نفسك عامل 20,000 أرباح من تحرك الصغير بس اللي في العملة. دي فكرة بسيطة بس عن الفوركس. آه، الفوركس آه، الفوركس سوق كبير كبير جدا، أكبر يعني أكبر سوق في العالم. ممكن تحقق منه أرباح أو ممكن يسبب لك في خسائر. الفرق بين الربح والخسارة في سوق الفوركس كوبري اسمه كوبري العلم. وده اللي إن شاء الله أنا أو إحنا متواجدين إن شاء الله عشان نوري لك الكوبري ده فين، عشان تقدر تمشي عليه وتقدر توصل لأرباح إن شاء الله بشكل آمن من غير أي خسائر. الفوركس زي ما احنا قلنا أكبر سوق فوركس أكبر سوق في العالم، لأنه حجم التداول اليومي فيه يزيد عن 4 تريليون دولار يوميا. يوميا مش شهريا، يوميا. 4 تريليون دولار حجم التداول. سوق كبير جدا، وفرصة كبيرة جدا للربح. بس الربح ليه قوانين، ومش أي حد يخش كده يكسب ولو الحكاية كده كان يعني ما كانش يبقى في حاجة اسمها فوركس موجودة. لازم قوانين، ولازم تتعلم، ولازم تلم بقوانين التحليل الفني والأساسي. وإن شاء الله بعد الدورة دي تكون جاهز إن شاء الله إنك تبدأ تدخل سوق الفوركس. و... وإن شاء الله نشوف نجاحاتك. شرعية الدول في الفوركس والنقطة دي أثارت جدل كبير. أنا مش مفتي أوي يعني، بس أنا أقدر أقول لحضراتكم وجهة نظري. آه، الفوركس مش هو، ولا هو قمار ولا حاجة ولا هو مثلا في فوائد ثابتة عشان يبقى ربا. الفوركس تجارة عادية زي أي تجارة، بتشتري وبتبيع معتمدا على، مش بتعتمد مثلا على الحظ، انت بتعتمد على أسباب وما بتتدخلش في غيبيات ربنا سبحانه وتعالى. انت بتاخد بالأسباب. آه، فالفوركس إن شاء الله حلال 100%، لا هو في فايدة ثابتة عشان يبقى ربا، و... ولا هو مثلا في يعني حتى العملات اللي بيقول لك ربوية، احنا عندنا في حسابات إسلامية ما فيهاش أي عمولات. تمام. وبتبقى تجارة عادية زي أي تجارة، بس مجرد إن هي على النت بتشتري وبتبيع وبتتوقع أسعار العملات نازلة ولا طالعة. فتجارة حلال 100% إن شاء الله. آه، آلية تحرك السوق، يعني ازاي ده السوق ده بيتحرك. ناس كتير تقول لك طب يعني العملة دي بتطلع ليه، ولا مين اللي بيحركها؟ العملة بتخضع لقانون العرض والطلب. آه يعني بمعنى، هنقوله مثال بسيط كده. لو مثلا احنا في سوق، اوكي، السوق ده مثلا فيه فاكهة